بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى الخالة شريفة أم يحيى، والتي عاشت 35 عاما ملكومة وحزينة على فقدان ابنها الوحيد الذي توفي في حادث سير أليم. وطوال هذه السنين ظلت محتفظة بصورة ابنها وتقبلها. رحلت الخالة شريفة تاركة إرثا من المحبة والعطاء، وكانت رمزا للطيبة والكرم، وملهمة للأجيال بحضورها البهي. وانتشر خبر وفاتها كالنار في الهشيم على مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيلها، خاصة وأنها تعتبر أيقونة في بلدة عسير بالمملكة العربية السعودية. وترحم عليها الآلاف من المغردين الذين وصفوها بأنها امرأة ذات حكمة وبصيرة. وجاء سبب وفاة الخالة شريفة يعود لتعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلت إلى أحد المستشفيات في المملكة لتلقي العلاج، إلا أن أعلن الأطباء رسميا عن وفاتها صباح اليوم. رحلت ورحل معها القلب الطيب والدعاء الذي يشرح الصدر. أتمنى من الله أن يجمعها مع ابنها الذي كانت دائما تتحدث عن اشتياقها له في الفردوس الأعلى يا رب. ونسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.